اهلا بيكم في قناه انا وطفلي. هل بتصحي كل يوم وبتلاقي سرير ابنك مبلول؟ هل طفلك بيخجل ينام عند قرايبك علشان بيتبول على نفسه؟ التبول اللا ارادي من اكتر المشاكل اللي بتقلق كل ام، بس الحل مش صعب. في الفيديو ده هنفهم اسباب التبول اللا ارادي وهنمشي خطوه بخطوه في طريق العلاج. خلينا في البدايه نعرف يعني ايه تبول لا ارادي وهل ده طبيعي ولا لا. التبول اللا ارادي هو خروج البول من غير وعي بعد سن المفروض الطفل يكون اتعلم التحكم فيه، وده بيكون حوالي 5 سنين. وفي نوعين من التبول اللا ارادي، في تبول اولي وتبول ثانوي. التبول الاولي هو ان الطفل عمره ما اتحكم في البول طول الليل، اما التبول الثانوي كان بيتحكم وفجاه رجع يتبول تاني. طب هل ده طبيعي؟ في سن 3 ل 5 سنين لسه بنتوقع تبول لا ارادي ليلي، بعد 5 سنين لازم نبدا نتابع. طب ايه هي اسباب التبول اللا ارادي عند الاطفال؟ اول حاجه اسباب عضويه، مشاكل في المثانة زي صغر حجمها أو فرط نشاطها، أو عدوى بولية أو ديدان أو إمساك مزمن بيضغط عن المثانة. تاني حاجة أسباب نفسية، وهي التوتر أو القلق من دخول حضانة أو ولادة أخ جديد أو مشاكل أسرية، أو الطفل بيتعرض لعقاب أو صراخ أو غيرة شديدة من أخ أو أخت. كمان من ضمن الأسباب عوامل وراثية، لو أحد الوالدين كان عنده نفس المشكلة وهو صغير. كمان من ضمن الأسباب هي مشاكل في النوم، زي النوم العميق جدا، الطفل ما بيحسش إنه محتاج يدخل الحمام. طب ايه هي الاخطاء اللي الاهل بيقعوا فيها وبتزود المشكله؟ اول حاجه التوبيخ والضرب بعد التبول، بعد كده المقارنات زي انك تقارنيه باخوه او حد من قرايبه، او انك تمنعي الميه تماما او تتجاهلي المشكله وتعتبريها كسل او دلع. تعالي بقى اقول لك على خطوات علاج التبول اللا ارادي في البيت. اول حاجه الهدوء والدعم النفسي، طمني ابنك ان دي مشكله عاديه وانك جنبه هتساعديه. بعد كده نظام شرب الميه، قللي السوائل قبل النوم بساعتين 3، وامنعي المشروبات زي الشاي والشوكولاته. كمان اعملي روتين دخول الحمام، يعني خليه يدخل الحمام قبل النوم مباشره، او لو صحي في الليل ساعديه يروح الحمام. بعد كده مكافآت وتشجيع، اعملي جدول نجوم او ستيكر، وكل يوم يقوم من النوم ناشف ياخد نجمه. واخيرا زياره الطبيب، لو المشكلة مستمرة بعد سن 7 سنين أو لو في أعراض زي الحرقان أو التبول بالنهار، يبقى لازم نزور الطبيب فورا. طب إيه هو دورك كأم في دعم طفلك نفسيا؟ أول حاجة ما تزعقيش ولا تسخري منه، وتكلمي معاه بحب واحتواء، وما تخليهوش يغسل السرير عقاب، وخليه يشاركك بهدوء علشان يتحمل المسؤولية، واحكي له قصص عن أطفال مروا بنفس المشكلة واتغلبوا عليها. وفي النهاية التبول اللا إرادي مش ذنب الطفل ولا فشل من الأم، ده مجرد مرحلة ليها أسباب وحلول، وكل يوم بيعدي وانت بتدعمي طفلك هو خطوة أقرب للتعافي. ابدأي النهاردة بخطوة بسيطة واسألي نفسك هل ابني مرتاح، وهل أنا بدعمه ولا بلومه. وما تنسيش تشاركينا في الكومنتات لو ابنك بيعاني من التبول اللا إرادي، وإيه أكتر حاجة حسيتي إن هي فادتك، وشاركينا تجربتك في التعليقات. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.